انطلقت الأشغال بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء بعد طول انتظار، تحضيرا لتنظيم المملكة المغربية للنسخة القادمة من نهائيات كأس إفريقيا سنة 2025، وذلك بعدما تقرر إغلاق ملعب دونور لإعادة تأهيله ليكون جاهزا قبل هذا العرس الكروي القاري المرتقب. وتم وضع الاستراتيجية الكاملة لبرنامج إعادة تأهيل هذه المنشأة الرياضية الكبيرة وإصلاح مركب محمد الخامس الذي ينتظر أن يشهد تطويره على مجموعة من المستويات. وستكون هناك صيانة لمجموعة من المرافق بملعب محمد الخامس حتى يكون في أبهى حلة، وهناك خطة عمل ليكون الملعب جاهزا بمعايير عالية. ومن المنتظر أن يكون الملعب من جديد رهن إشارة أندية الدار البيضاء في نهاية دجنبر من السنة الحالية، حيث أن الأشغال ستنتهي به في 24 من آخر شهور السنة الجارية. وهذه الصيانة تدخل في إطار مشروع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استعدادا لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وكذلك الأشغال ستشمل تغييرات كبيرة سواء على مستوى مستودعات الملابس وقاعة الندوات والتجهيزات الخاصة بالضيوف وعشب أرضية الملعب ومرآب لتستجيب لدفتر تحملات الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم.